يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية، ونقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا دايما بنتفق مع بعض ان احنا اول ما ندخل المطبخ نروقه الاول ونمسحه ونعمل المواعين ونخلي الدنيا زي الفل، وبعد كده بقى كوباية الشاي اللي بتعدل المزاج. انتوا طبعا كلكم عارفين وبنتكلم مع بعض في الفيديوهات بتاعتنا، وبقول لكم ان انا ببقى جاية من الشغل واحيانا كتير ببقى مش عارفة او مش محضرة هعمل اكل ايه. لا النهاردة بقى انا مظبطة حالي ان انا ان شاء الله عندي اكل من امبارح، وبعدين عايزة اعمل جنبيه كده اكلة سريعة وفي نفس الوقت تصحصح لي الاكل بتاعي. عملنا بقى الأول كوباية الشاي وشربناها وظبطنا الدنيا زي ما اتفقنا مع بعض. ربنا يا رب يصلح حالكم كده، وكل واحد ليه أمنية يا رب يحققها له ربنا عز وجل. عملت ايه بقى؟ جبت الحلة بتاعتي دي زي ما انتوا شايفين، وعليها شوية من الزيت. تمام تمام، يسخن بس شوية كده، وبعدين هحط كمان معلقة من الزبدة أو من السمنة، على حسب اللي موجود عندك اشتغلي بيه. دي معلقة من الزبدة، معلقة كده صغيرة من الزبدة. وبعدين هسيبها بقى لما تسخن شوية، وبعدين احضر ايه هنعمل النهاردة. أكلة حلوة قوي وبجد بجد دايما بنحبها في الشتاء، اللي هي ايه؟ اللي هي مكرونة متحمرة. ايوه، مكرونة محمرة. طبعا كلكم فاكرينها زمان كانت اهالينا بتعملها لنا برضو دايما في الشتاء، لان طبعا في الصيف بيبقى الواحد حران فمش عايز حاجة سخنة. دي بقى حلاوتها بصراحة ما تتاكلش غير وهي سخنة. لما بتبرد بصراحة ما بتبقاش يعني ايه، حلوة من الآخر. عشان نكون صراحة مع بعض، هتعمليها يبقى لازم تكونوا متحضرين للأكل، هتاكلوا حالا دلوقتي. هنا بقى ايه؟ هنا عندي كان عندي فلفلاية حمرة كده، اللي هي الألوان دي، بس كانت حمرة. قطعت كده حتة منها على المكرونة بتاعتي. ده نص كيلو بس، اللي هو الكيس كمان أقل من نص. وعملت ايه؟ جبت بقى بصلاية زي ما انتوا شايفين كده، قطعت عليها البصلاية صغيرة كده، مش كبيرة يعني قوي، بس يعني إلى حد ما. برضو البصلة بتديها طعم حلو قوي وجميلة جدا. تقليبتين بقى ايه لما تتحمر كده بسيط. طبعا احنا مش عايزينها بيضة، تروحي حاطة عليها نص قالب من مكعب ايه الدجاج، بتديها برضو نكهة حلوة أوي وطعم جميل قوي. عايزة اقولك المكرونة دي طبعا بتعمل طبعا على اشكال كتيرة، بس انا لقيت ان ده احلى طعم بجد. انا يعني صادفني. هنا بقى ايه؟ هنا الطماطم، معلقة من الطماطم. بنبدأ نحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن كاري، كركم، طبعا فلفل اسود، قرفة اللي احنا حطيناه الاول دوت جنزبيل. بحط عليها، ايوه بحط عليها جنزبيل، وبحط عليها قرفة وكاري، وبحط عليها كركم. واللي انا كنت بعمله دلوقتي دوت كان ايه؟ كان جوزة الطيب، ببشرها بالمبشرة الصغيرة بتاعتها. يبقى حطينا ايه؟ حطينا جوزة الطيب، حطينا كاري، حطينا كركم، وحطينا طبعا فلفل اسود ده الاساسي بتاعنا، ومرقة دجاج. وقلبي بقى، ومعلقة من الطماطم بتاعتنا اللي هي معجون الطماطم. وعندي برضو شوية كده من الطماطم المضروبة في الخلاط، برضو حطيته زي ما انتوا شفتوا كده. عايزة اقولكوا كده حاجة جميلة. شوية بقى كده من الملح، طبعا هنحط لها ملح. ولو عندك شوربة تمام، ما عندكيش شوربة يبقى تحطي مية مغلية زي كده ما انا عاملة بالظبط. شفت المية المغلية دي؟ لازم تكون مغلية. وغطي بقى عليها لما ايه تشرب. بصوا هنا بقى شربت ميتها خالص. احط جنبيها بقى ايه؟ نحط بقى جنبيها طماطم مخللة. يا سلام على جمال الطماطم المخللة، حاجة كده جميلة، حاجة كده تفكرك بزمان وايام زمان وليالي زمان وشتا زمان واكل زمان وكل حاجة حلوة كانت زمان. بنجيب الطماطم بتاعتنا بس تكون طبعا الناشفة. وهنا بقى بعمل ايه؟ بعمل الخلطة بتاعتي اللي عبارة عن توم والشطشطة الحمراء اللي احنا فرمينها برضو مفرزينها في الفريزر،
والثوم بتاعنا برضو متفرز، وعليها شوية من الكمون، شوية من الملح، شوية من الخل، وحبة من الفلفل الأسود، وعايزة تحطي حبة من بابريكا ماشي، على حسب ما تحبي. حطيت معلقة صغيرة من الشطة برضو ماشي، وبس كده وتخليليها. ولو عندك ليمونة اعصريها عليها كده فوق الوش. ما عندكيش يبقى معلقة صغيرة كده من الخل. احنا حاطين برضو في الخلطة بتاعتنا خل. بصوا، حاجة كده تفتح النفس كده اهو. بصوا زي ما قلت لكم، معلقة كده من الخل تتحط بقى جنب المكرونة، يا سلام. تصحصح بقى الاكل البايت بتاع امبارح، علشان ولادنا يرضوا ياكلوا الاكل بتاعنا. بصوا بقى، ما شاء الله تبارك الله، مكرونة جميلة وسخنة وطعمها زي العسل. وبجد بجد بقى تتحط جنب الاكل مع الطماطم الحلوة دي. لو عندك بقى الاكل بايت، يا سلام، هياكلوه وهم فرحانين جدا. كلنا طبعا بنشتكي من الأسعار وبنشتكي من الحياة، بس بنرجع نقول الحمد لله. ربنا بس يا رب يدينا الصحة والعافية، مش عايزين أكتر من كده. وده كان الطبق بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. وأهلا وسهلا، نورتيني بقناتي. واختما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبحبكم في الله.